السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم يا حلوين في فيديو جديد من قناة اكل بيتي. النهاردة هنعمل مع بعض المخلل اللفت بطريقة سهلة وبسيطة، بتمنى تعجبكم. اول حاجة معانا اللفت، بنجيب اللفت بتاعنا وبنغسله كويس جدا من الطينة وبنقطعه مكعبات او اي تقطيعة انتوا بتفضلوها. وهنضيف مع مخلل اللفت جزر، هنجيب الجزر بتاعنا وبنبدأ نغسله ونقطعه. ومعانا كمان قرنبيط، بنجيب القرنبيط بتاعنا وبنقطعه زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنجيب مية مغلية وهننقع القرنبيط بتاعنا في مية مغلية لمدة 10 دقايق. وده شكل اللفت والجزر والقرنبيط بعد ما غسلناه كويس وسبناه يصفى من المية بتاعته. وهنضيف كمان معانا فلفل حار. بعد كده معانا 4 فصوص توم وقرن فلفل حار، هنضربهم مع بعض. بعد كده هنبدأ نعبي البرطمانات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة البرطمانات بتاعتنا لازم تكون مغسولة ومتعقمة كويس جدا. بعد ما عبينا البرطمانات بتاعتنا بنبدأ نضيف فيها قطع صغيرة من البنجر عشان تدينا لون حلو للمخلل. وكده يا حلوين هنكمل البرطمان التاني بنفس الطريقة. واهم حاجة ما ننساش نضيف القطع الصغيرة بتاعتنا من البنجر علشان تدي المخلل بتاعنا لون لطيف. بعد كده هنعمل مية المخلل. اول حاجة معانا لترين من المية، كل لتر معانا بياخد 4 معالق من الملح. كده هنضيف الملح بتاعنا وهنبدأ نظبطه. هندوب الملح بتاعنا كويس زي ما انتوا شايفين. كده يا حلوين بعد ما دوبنا الملح بتاعنا هنبدأ نضيف الدقة زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ نعبي البرطمانات بتاعتنا. وبكده يا حلوين يكون المخلل بتاعنا خلص. اهم حاجة ما ننساش نقلب المخلل بتاعنا كل يوم، وهنفتح عليه بعد 4 ايام. وبألف هنا وشفا ليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك. وده شكل البرطمانات بتاعتنا بعد ما خلصت، بتمنى تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.